بنتكلم عن المشاكل الماليه في نادي الزمالك وتاثيرها على فريق الكوره. انا كنت بتكلم على الفريق الاول، انما الواضح ان هي وصلت كمان لقطاع الناشئين، وقطاع الناشئين بينزف وما بياخدش اي فلوس نظرا لتغيير الادارات وتغيير مجالس الادارات، وان مفيش يعني سيوله ماليه تقدر توفي احتياجات اي فريق. انت فعلا استقلت من تدريب الفريق؟ بص، اولا يمكن انا من حوالي 3 اسابيع، يعني خدت قرار من حوالي 3 اسابيع، لان الموضوع كان شكله وحش جدا. انا طبعا عليا اللعيبه، طبعا اللعيبه جدا، يعني انا بالنسبه لي مفيش مشاكل ان انا ما بقبضش، بقى لنا 10 شهور ما بنقبضش، ما حدش اتكلم على قبض، لكن ما ينفعش يبقى عندي لعيب ما عندوش فلوس يجيب مواصلات، ما عنديش لعيب ما بيستلمش جزم يلعب بيها، ما عندكش ملعب تلعب عليه، حتى في وقت من الاوقات من قله الموارد انت ساعات بتروح الماتشات الوديه من غير اتوبيس. فطبعا انا لما شفت الحاله اللي بتروح بتكوسه ولا بميكروباصات ولا ايه؟ والله حسب، يعني انا معايا عربيتي ومعايا الجهاز مع عربيتي، لكن اللعيبه كل واحد بيجي على الماتش ساعات، على المكان اللي فيه الماتش. وعايز اقول لك على حاجه، يعني لولا وجود الدكتور محمود سعد في انا مشيت عشان ما حدش يقول ان انا بجامل الكابتن محمود، انا خلاص مش من النادي، انا مش موجود اصلا في النادي. ولكن لولا وجود الراجل ده في القطاع الفتره اللي فاتت دي، كان قطاع الناشئين ده قفل من زمان. انا بقول لك اهو، اللعيبه بقى لك سنتين او سنه ونص ما بياخدوش جنيه، ما بياخدوش جزم ولا، يعني احنا كنا في مهزله، مع احترامي للاستاذ ممدوح عباس دفع للنادي فلوس كتير، ولكن احنا ما حسيناش بقى في قطاع الناشئين. هو الراجل طبعا صرف، وانا عايش في النادي، انا على طول متواجد في النادي ليل ونهار. صرف على اكيد بالظبط، هيتصرف على الفريق الاول عشان الفريق الاول على بعض الحاجات، السفريات، حتى السفريات هو اللي كان بيدفعها من جيبه، لكن قطاع الناشئين لا، كان مهمل. يمكن احنا كان كل فتره كابتن محمود سعد يدفع شهر من جيبه، في الاعياد يدفع من جيبه بعض الحاجات للمدربين، وفي نفس الوقت اللعيبه نفسها الى حد ما كانت بتاخد حاجات بسيطه تمشي بيها مواصلات بتاع الكلام ده، وجت فتره ما بياخدوش خالص. فانا جيت الفتره اللي فاتت دي لقيت يعني انا بصراحه معلش حسيت ان احنا بنتهان، حسيت ان احنا بنتهان، نادي الزمالك بيتهان، ان اللعيب ما ينزلش مع جزمه، ان يبقى وقت ما كان في بعض اللعيبه بتغير الجزم مع بعض في الماتشات الوديه، فدي ما ينفعش. فانا قلت لا ستوب، انا مش باكل عيش، انا مش بشتغل مش باكل عيش، انا جاي عشان افيد. قعدت اوائل حوالي 3 شهور ما اشتغلتش على ملعب 11 ب 11 مرتين 3. طب ودكتور كمال، دكتور محمود سعد من الكلام دوت فين؟ يعني موجود في مكانه عشان يعني مجرد ان هو مدير قطاع ناشئين، ولا بيوصل الكلام ده للاداره ويقدر ان هو يبقى ليه حاجه موقف معين؟ هو الراجل، ما انا قلت لك الراجل ده لا مش موجود، كانت قفلت من زمان. طب ما هي كده قفلت يا كابتن سامي، ما هي كده لا بص يا وائل، انا لاعب ماتشات وديه، كل الفرق لعبت ماتشات وديه كسبناها، الفرق كلها اللعيبه بتيجي ما بتغيبش، لا في كنترول عليهم. الكلام ده يبقى قفلت لما اللعيبه ما تجيلكش، تبقى قفلت لما المدربين نفسها ما بتجيش، لكن احنا كلنا فضلنا نيجي، لان انا عندي فرقه من احسن الفرق اللي موجوده في النادي او على مستوى مصر في السن ده، فرقه 95 في نادي الزمالك، فيها 4-5 لعيبه درجه اولى مستريح زي ما بكلمك، ولكن اللعيبه ما بتاخدش عقودها اللي عاملاها، حتى ده العقود اوائل 5000 جنيه، طلعنا لهم 2000 ونص، مش عايزين نطلع 2000 ونص التانيين. فدي بالنسبه لك انت عندك فرقه تقدر تعمل منها فرقه تقيله، تقدر تعمل منها لعيبه 5 درجه اولى ومش عايز تشتغل معاهم، هي دي الكارثه بالنسبه لي. وطبعا ما فيش ملابس ونفس القصه، والملابس يعني مش موجوده ومش متوفره، مفيش ملعب 11 ب 11 بتاخده يا دوب، ممكن تاخده مره ولا حاجه. طب التكتيك بتاعك فين؟ طب الشغل التخصصي بتاعك فين؟ عشان الفرقه تعلى معاك لازم تبقى في ملعب كبير تشتغل كل واحد في مركزه. فانت من الاخر يا كابتن سامي يعني ما حبيتش تقضيها زي ما بيقولوا بلغه الكوره كده، انا ما باكلش عيش، يعني ما حبيتش تاكل عيش وقلت ايه، لا كده الموضوع دخل في اهانه. صعب عليا اللعيبه، لان عندي لعيبه كويسه. انا بقول لك الفرقه دي فيها حوالي 6-7 يلعبوا درجه اولى، وان شاء الله عندهم منتخب السنه دي مش اقل من 6-7 يلعبوا منتخب، ولكن انا مش قادر اديهم شغلي، انا عندي شغل كتير مش قادر اعمله، بشتغل نص ملعب ساعات مع احترامي طبعا. انا اقول لك على حاجه، ودي حاجه يعني بتطرف ملعب التراك او ملعب الهوكي، ده ما ينفعش. والله يكون في عون الناس اللي موجوده، يعني الله يكون في عون الناس اللي موجوده، المدربين مستحملين وجايين على نفسهم، والدكتور محمود الله يكون في عونه، ولكن برضه في وقت من الاوقات انت بتقول ستوب، بتبقى خلاص انك عندك شغل عايز تشتغله ومش عارف تشتغله. بشكرك كابتن سامي شيشيني، المدير الفني السابق لفريق 18 سنه. السؤال هنا هو السؤال كنا بادئينه بالصراع الاداري والمشاكل اللي في نادي الزمالك وتاثيرها على فريق الكره، اتضح او الفريق الاول، يعني كان قصدي الفريق الاول، انما اتضح ان هو نازل كمان ومتشعب في قطاع الناشئين في نادي الزمالك.